أنا نورة، عندي 31 عام، وملي وعيت على الدنيا وأنا كنعيش اليتم والوحدة. ما كان لا أم لا أب يحنوا عليا، غير الحياة اللي علمتني نعتمد على راسي ونقوي قلبي قبل ما يقسى عليا الزمن. كبرت وأنا كنشوف البنات في عمري عايشين وسط العائلة والحنان، وأنا كنت كنقلب غير على الأمان. ومن بعد سنوات ديال التعب تزوجت براجل كان كبير عليا في السن بزاف. كنت كنقول يمكن نلقى معاه الاستقرار اللي محرومة منه، ولكن الواقع كان مختلف. المرض ديالو كان كيسكن معانا في كل لحظة، كان مأثر على حياتنا الزوجية وعلى الجو في الدار. كنت كنعيش زوجة ولكن بلا إحساس حقيقي بالحياة، غير صبر ومسؤولية وتقل فوق قلبي. حتى وصلنا للطريق المسدود وطلقنا. ومنين خرجت من داك الزواج حسيت براسي ضايعة، كأن العمر ضاع وأنا كنت كنتفرج، ولكن رفضت نبقى ضحية للحزن. جمعت شجاعتي وكريت بيت صغير وبديت من الصفر. خدمت حتى وليت واقفة على رجلي، وكنت كنقول يمكن ربي يعوضني بداك الاستقلال اللي عمرني حسيت به. في داك الحي الجديد تعرفت على جارتي أسماء، مرة كبيرة عليا في السن ولكن طيبة لدرجة حسيت معاها كأن القدر عطاني شي أخت كبيرة ما عنديش. كانت كتعيط ليا عندها، نشربوا آتاي ونهضروا في الحياة، وكنت كنلقى في دارها راحة ما كنتش كنلقاها حتى في داري. ولكن وسط هاد الهدوء كان كاين شي حاجة كتكبر بشوية بشوية وما كنتش باغية نعترف بها. راجل أسماء كان راجل عنده حضور قوي وهيبة، كيخدم مقاول ومعروف بشخصيته القوية. ومنين كان كيشوفني كانت نظراته مختلفة، نظرات كتخلي قلبي يدق بطريقة غريبة. كنت كنقول غير كنوهم راسي، ولكن حسيت باللي ماشي صدفة. مرات كنلقاه كيتعمد يبقى في الصالون منين نكون عند أسماء، ومرات كيلقى شي سبب باش يهضر معايا. وأنا رغم خوفي من هاد الإحساس كان شي جزء داخلي كينجذب ليه، وهادشي كان كيزيد يخلعني، حيت أول مرة من بعد طلاقي نحس براجل كيشوفني كامرأة ماشي غير جارته. وبديت كنعيش صراع بين العقل والقلب، واش نهرب من هاد الإحساس ولا نسكت عليه. وكنت كل مرة كنقول مستحيل هالطريق يكون فيه خير. وفي نهار من الأيام خرجت من الخدمة وأنا عيانة ومخمومة، وقفت في المحطة كنستنى الطوبيس، وفجأة وقف قدامي راجل أسماء بطونوبيلته. حل السرجم وابتسم وقال لي يا ركبي نوصلك. ترددت في الأول، ولكن بحكم الجيرة والثقة اللي بيناتنا وافقت. ركبت وحداي والقلب ديالي كيدق بطريقة غريبة. في الطريق بدا الهضرة عادية على الخدمة والحياة، ومن بعد تبدلات النبرة ديالو ولا كيهضر معايا بطريقة شخصية أكتر. قال لي بلي ديما كيشوفني مرا قوية ولكن وحيدة، وكلامو دخل لقلبي حيت كان كيقول داكشي اللي عمري سمعته من شي راجل. حسيت براسي كنضعف قدام هاد الاهتمام. ومن بعد قال لي نمشيو غير ندوزو شوية بعيد على الصداع ونرجعو. سكت لحظة وبلا ما نفهم علاش وافقت، يمكن حيت كنت محتاجة نهرب من وحدتي ولو اللحظات. وصلنا لبلاصة خالية، وهداك السكون زاد خلاني نحس بالخطر، ولكن بقيت ساكتة. النظرات بيناتنا ولات ثقيلة والكلام نقص، وكل شي كان كيدفعني نحس أنني داخلة لشي حاجة ما عندهاش رجوع. حاولت نقنع راسي نوقف ونرجع، ولكن كنت مترددة وضعيفة قدام المشاعر اللي تخلطت داخلي. وقع داك الغلط اللي بدل حياتي، وما كانش كما تخيلت. ما كانش فيه رومانسية ولا حنان، كان قاصح وخلى داخلي جرح ماشي سهل. حسيت براسي سلمت راسي لوهم كبير، وكل دقيقة كنت كنقول علاش ما وقفتش من البداية. منين سالة طريق راجع للدرب كان طويل وثقيل، ما كان حتى واحد فينا كيهضر، غير الصمت والندم كياكلني.
نزلت من السيارة وأنا كنحس براسي مكسورة من الداخل، وكل خطوة كانت كتوجعني وكتفكرني باللي درت غلطة ما تصلحش. ومن سوء حظي أول ما دخلت العمارة لقيت أسماء قدامي. شافتني كنعرج وسولتني بقلق: مالك نورة؟ تشمد الدم في عروقي وكذبت عليها، قلت رجلي وجعتني في الخدمة، ولكن عينيها كانت كتشوف أكثر من اللي قلت. طلعت لبيتي وسديت الباب وبقيت نبكي بوحدي، كنلوم راسي ونقول كيفاش خنت المرأة الوحيدة اللي حضنتني بحال اختها. وسط الدموع كنت كنحس أن هادشي ما غاديش يوقف هنا. ومن داك النهار وأنا عايشة بين الندم والخوف، وكأنني داخلة في دوامة ما عندها مخرج. كل صباح كنفيق وكنقول يمكن اللي وقع كان غير كابوس، ولكن كنلقى الحقيقة كتبقى كتلسعني. راجل أسماء ولا كيقرب ليا كتر وكأنه موقع والو، كيهضر عادي ويبتسم قدام مراته، وأنا كل مرة كنشوفه كنحس الذنب كياكلني من الداخل. والأسوأ أن أسماء بقات كتستقبلني بنفس الحنان وكأنها ما شعر بوالو، وكل مرة كتضحك معايا أو كتقول لي باللي كتعتبرني بحال اختها كنحس قلبي كيتقطع. بديت نهرب من طلعات لدارها، ولكن هي كانت كتجرني عندها بحبها المعتاد، وهذا الشيء كان كيزيد يعذبني. من بعد أيام حسيت بتغيير غريب في جسمي، وبدات الشكوك كتكبر في راسي. بقيت مرعوبة وما بغيتش نصدق اللي كيدور في بالي. ليالي كاملة ما بقيتش كناس، غير كنقلب بين الاعتراف والهروب. واش نقول الأسماء ونخسر كل شيء، ولا نسكت ونعيش بالجحيم؟ وسط هاد التخبط بدا راجل يبان بوجه آخر. ما بقاش غير راجل دار غلطة، بدا كيحاول يفرض حضوره عليا، كيتصل، كيتعمد يلقاني، وكلامه ولا فيه إحساس بالامتلاك، كأني وليت شي سر خاص بيه. وهادشي خوفني كتر من الغلطة نفسها. حسيت براسي ما بقيتش حرة، وكأنني داخلة في قصة أكبر مني. مرة لقيته كيقول لي باللي اللي وقع بيناتنا ماشي لحظة وعدات، وأنه عمره نسى ذاك النهار. هاد الكلام زاد خلط مشاعري وخوفني من النياية ديالو. ومن جهة أخرى كنت كنحس بشي حاجة كتكبر داخلي، ماشي غير خوف، إحساس باللي حياتي كلها غادي تنقلب. حتى الخدمة ولات ما بقاتش كتشغل بالي، وليت شاردة، مرعوبة من كل تأخر، من كل إشارة، من كل احتمال. وبديت كنحس باللي السر اللي حاملة غادي ينفجر في شي لحظة. ووسط هاد العذاب وقع الشي اللي زاد كل شي تعقيد. أسماء بدات كتلاحظ تبدلي، كتسولني: مالك نورة؟ علاش وليتي ساكتة؟ وعلاش كتبعدي علينا؟ وانا كنخترع الأعذار وانا كنموت بالرعب. وكل ما قرب راجلها مني كنت كنحس أنه ما باغيش يخليني نهرب منه، وكأنني وليت جزء من لعبة ما فهمتش قوانينها. وبقيت كنقول بيني وبين راسي: واش أنا ضحية ديال لحظة ضعف، ولا دخلت بيدي المتاهة غادي تضيعني؟ أسماء كانت كتشوف فيا بنظرات مختلفة، ما بقاتش نفس الراحة اللي كانت بيناتنا، وكأن الشك بدا كياكلها من الداخل. وانا ارتباكي كان باين مهما حاولت نخبيه. الكلام بيني وبينها ولا قليل، والصمت بيناتنا كيهضر كتر من الهضرة. حتى جا داك النهار اللي طلعت عندها، وبمجرد دخلت حسيت الجو تقيل. لقيتها ساكتة، ووجهها ماشي هو هداك الوجه الحنون اللي كنت كنعرف. وفجأة واجهتني بأسئلة ما كنتش مستعدة ليها. سولتني واش كاين شي حاجة بيني وبين راجلها. تجمدت وما عرفت واش نكذب ولا نعترف، ولكن الارتباك ديالي فضحني قبل الكلام. وانفجرات المواجهة، دموع وصراخ واتهامات كتعور كتر من السكاكين. كانت كتقول لي خنتيني، وانا كنت كنهار قدامها. حاولت نفسر، ولكن ما كان حتى تفسير يقدر يصلح الجرح. وفي وسط هاد الفوضى دخل راجلها، وهنا القصة تقلبات بالكامل. كنت كنتوقع ينكر كل شيء ويحملني الذنب، ولكن الصدمة أنه وقف وقال كلام ما كانش في الحسبان. اعترف باللي اللي وقع ما كانش نزوة بالنسبة ليه، وقال قدام مراته باللي كيبغيني،
داك الاعتراف كان بحال صاعقة ضرباتنا كاملين. أسماء انهارت، وأنا حسيت الأرض تحلات تحت رجلي. من داك اللحظة وليت بين نار الذنب ونار مشاعر كنت كنحاول ندفنهم. بقيت كنقول واش أنا ضحية ديال استغلال ولا كنت شريكة في الغلط من البداية؟ السؤال كان كيعذبني ليل ونهار. ولكن الأخطر ما كانش الاعتراف ديالو، الأخطر هو الخطوة اللي دار من بعد. بدا كيهضر على الطلاق وعلى أنه يبغي يبدل حياته، وأنا ما كنتش مستوعبة كيفاش الغلطة اللي كانت خاصها تبقى مدفونة ولات مشروع حياة كيهدد يدمر الجميع. أسماء ولات كتشوفني بعداوة، والحي كامل بدا كيوصلوا إشاعات، وأنا وليت وسط عاصفة ما عندي لا مهرب منها لا قدرة نوقفها. ومن بعد أيام جا عندي ودار خطوة قلبت كل شي. قال لي بلي ما غاديش يخليني نضيع من بين يديه، وأن عنده قرار غادي يعلنه قدام الجميع. هاد الكلام رعبني كتر ما فرحني، حيت فهمت أن القصة ما بقاتش مجرد سر نكشف، ولات حرب مشاعر ومصير. ومن داك اللحظة عرفت أن اللي جاي غادي يكون أخطر بمرات، وأن النهاية اللي كنت كنحسبها فضيحة فقط غادي تولي صدمة ما كان حتى واحد متوقعها. ولكن الحياة كان عندها سيناريو آخر ما عمرني تخيلته. من بعد العاصفة والدموع والانكسار جاء قرار قلب مصيرنا كاملين. راجل أسماء فعلا دار اللي قال، واجه مراته وطلب ينهي زواجهم، والدار اللي كانت عامرة هدوء ولات ساحة حرب. وأنا كنت كنعيش بين الخوف والذهول وما عارفة واش نهرب ولا نواجه القدر. أسماء من بعد الغضب والصدمة دخلت في صمت غريب، الصمت كان أقصى من الصراخ. وأنا كنت كنشوف بعينيا كيفاش غلطة واحدة بدلت 3 أرواح. ولكن المفاجأة اللي ما كانتش في البال جات من أسماء نفسها. نهار جات عندي وبعينين عامرين وجع، قالت لي باللي الحياة علمتها ما تمسكش باللي بغا يمشي، وكلامها هزني من الداخل. كنت كنتوقع اللعنة منها، ولكن لقيت مرة مجروحة كتسلم بالأمر الواقع بطريقة خلتني نراجع كل شي. ومن بعد شهور ديال الصراع والبعد راجلها رجع لعندي، ولكن هاد المرة ماشي بنظرات خفية ولا أسرار، جاي يطلبني قدام الناس. وانا وقفت قدام القرار اللي كنت كنخاف منه، واش نكمل طريق بداتو غلطة ولا نقتل إحساسك بالرغم الذنب. واختاريت نواجه قدري، ولكن الثمن كان غالي. الحي كامل هضر، الناس حكموا عليا بلا ما يعرفوا حقيقتي، وأسماء خرجت من حياتي ولكن عمرها خرجت من ضميري. ومن بعد اللي حسبته بداية حب جديدة جات الصدمة الكبرى. اكتشفت أن الحياة ما كتسلمكش السعادة بلا امتحان، لأن الراجل اللي مشيت معاه كان حامل معاه طباع ما كنت شفتها وأنا غارقة في المشاعر. وبديت نكتشف باللي الحب اللي بنيته على الغلط كيجي حامل جراحه معاه. ولكن رغم هادشي تبدل فيا بزاف. تعلمت أن الضعف لحظة ممكن يبدل العمر كامل، وتعلمت أن الإنسان يقدر يضيع من بحثه على الحنان. واليوم منين كنرجع لهاد القصة كنقول كنت غير امرأة باغية تحب، باغية تحس براسها مرغوبة بعد سنوات الحرمان، ولكن الثمن كان غالي بزاف. خنت ثقة، خسرت أمان، وربحت حب مشوب بالوجع. والنهاية الصادمة ما كانتش الزواج ولا الفضيحة. النهاية الصادمة أنني فهمت متأخرة باللي بعض القصص ما كتكونش حب من الأصل، كتكون اختبار قاسي كيبدل الإنسان كامل. وهادشي اللي وقع ليا بقى جرح وعبرة عمري ننساها.